جديد أحوال الطقس والاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف مناطق الوطن. معنا نوال بالأخضر، مرحبا بك. اهلا بك ناصر، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا ناصر، بالفعل حسب نشريه جويه سابقه من الارصاد الجويه تحذر او كانت قد حذرت من استمرار تساقط للثلوج على كل المرتفعات الداخليه الوسطى والشرقيه اللي فوق علوها 600 متر، والولايات المعنيه عند فلال، بليده، المديه، تسمسيله، تيزي، وزور، بويره، حتى بجايه، سطيف، برج بعريريج، جيجل، قسنطينه، ميلاس، كيكدا، قلمه، باتنا، ام البواقي، خنشله، سوق هراز، ومنطقة تبسة وسمك ثلوج ممكن أن يتعدى 20 سنتيمتر، لكن ممكن أن يصل سمك ثلوج إلى حوالي 40 سنتيمتر على كل من بجاية، جيجل، ومنطقة سطيف، هذا إلى غاية الأربعاء 6 صباحا. كذلك استمرار تساقط الأمطار المعتبرة والرعدية أحيانا تكون مرفوقة ببرد على كل من بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، طارف، قلمة، سوق هراس، قسنطينة، ميلا، وشمال سطيف. وكمية الأمطار بهذه المناطق ممكن أن تتعدى محليا 70 ملم، هذا إلى غاية الثلاثاء منتصف النهار. أمطار رعدية كذلك مرفوقة ببرد على كل من تيزي، والزوب، ومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا، البليدة، والبويرة إلى غاية يوم غد منتصف النهار. وكمية الأمطار ممكن أن تتعدى محليا 40 ملم بهذه المناطق. فيما يخص حالة الطقس ليلة اليوم إن شاء الله وغدوة مع الصباح تكون الأمطار معتبرة ورعدية مرفوقة ببرد، هذا على كل المناطق الوسطى تلحق كمية الأمطار إلى حوالي 40 ملم، وبالمدن الشرقية ممكن أن تصل كمية الأمطار 70 ملم. بالمناطق الغربية اليوم في الليل إن شاء الله الطقس حيكون مغيم مع بعض الأمطار تشهدها السواحل الغربية. كذلك راح يتشكل الجليد على الطرقات المتواجدة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا، لذا على مستعملي الطرقات أخذ الحيطة والحذر. بالجنوب اليوم في الليل سحب عابرة راح تكون بدون فعالية على شمال الصحراء والواحات، يبقى الصفا يميز باقي المناطق الجنوبية. رياح ممكن تتعدى سرعتها 50 كم في الساعة على المناطق الساحلية للوطن. درجات الحرارة اليوم في الليل راح تبقى دائما منخفضة، أجواء باردة على كامل ولايات بلادنا، تتراوح ما بين 4 و8 درجات على المناطق الساحلية، ما بين 4 درجات تحت الصفر و4 درجات بالمناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس، وما بين 0 و8 درجات بالمناطق الجنوبية للوطن. غدوة إن شاء الله مع الظهيرة تبقى الأجواء دائما غير مستقرة، ممطرة، أجواء باردة نسبيا، ممطرة على كل المناطق الوسطى والشرقية. كذلك الطقس حيكون متقلب مع بعض الأمطار بالمناطق الغربية، تساقط للثلوج بالمرتفعات الداخلية الغربية ليزيد علوها 1000 متر، وتساقط ثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها 800 متر وقد يصل إلى 600 متر. بالجنوب الأجواء كذلك حتكون باردة خلال الظهيرة مع بعض الأمطار الرعدية ممكن تكون خلال الظهيرة على شمال الصحراء وشمال الواحات. بالنسبة للرياح تلحق سرعتها 60 كم في الساعة على كل المناطق الساحلية للوطن، لكن ما تتعداش 40 كم في الساعة بالمناطق الداخلية والجنوبية. درجات الحرارة غدوة إن شاء الله مع الظهيرة نسجلوا حوالي 10 درجات على الجزائر العاصمة تيبازا، بومرداس، وبليدة، 16 درجة على وهران وتلمسان، 14 درجة على معسكر، حوالي 6 درجات على البيض، نعامة، ومشرية، 5 درجات على تيارت، 10 درجات على عنابة وسكيكدا، 4 درجات على قسنطينة، درجتين على باتنا وسطيف، 8 درجات على قلمة. بالجنوب نسجلوا حوالي 20 درجة على منطقة تمنراس، 18 درجة على عين صلاح، 16 درجة على بشار، و27 درجة نسجلوها كأعلى مقياس على منطقة عين قزام وبرج باجي مختار. بالنسبة لحالة البحر غدوة إن شاء الله البحر راح يكون مضطرب إلى هائج على كل السواحل الغربية والوسطى، رياح تلحق سرعتها 50 كم في الساعة. بالنسبة للسواحل الشرقية البحر راح يكون هائج، الرياح تلحق سرعتها 40 كم في الساعة. علو الأمواج يلحق حوالي 4 أمتار بالسواحل الوسطى، ما يتعداش المترين ونصف بالسواحل الغربية، وممكن يلحق 3 أمتار ونصف بالسواحل الشرقية. والرؤية إن شاء الله راح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي. ناصر، هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط بعد الثلوج يوم غد على أعالي العاصمة. أكثر تفاصيل مع المكلفة بالأعلام سيدة هورية برقطة، هذا في ميكروفون الزميلة حسيبة كروش.
إذا نظرا لتسرب هواء جد بارد على المستويات العليا للغلاف الجوي كما تلاحظون، هو هواء بارد جدا راح يتسرب وراح يعني يتوغل نحو المناطق الوسطى للوطن، ولذا فمصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله تتوقع يعني هناك احتمال أن تتساقط بعض الثلوج الخفيفة جدا على مرتفعات العاصمة، وهذا راح يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء. ابتداء من ظاهرة يوم الثلاثاء راح تكون بعض الثلوج الخفيفة، ولكن ما يبقى لها الوقت باش هذه الثلوج يعني تسقط على الأرض وتبقى، بل سوف تذوب مباشرة وتختلط ببعض الأمطار إن شاء الله. كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار الأوضاع الغير مستقرة بالمناطق الوسطى والشرقية، وممكن أن تلتحق هذا الاضطراب الجوي بالمناطق الغربية للوطن. أكثر تفاصيل مع هوارية برقطة. إذا بالفعل الوضعية الجوية راح تبقى مستقرة مرفوقة بأمطار، بعض البرد، زخات من الأمطار وزخات من البرد. تساقط الثلوج كذلك سوف يبقى مستمر على المناطق الوسطى والشرقية للوطن، ولكن إن شاء الله راح يكون تحسن تدريجي ابتداء من يوم الخميس. يوم الخميس راح يكون تحسن تدريجي على المناطق الوسطى والشرقية، وحتى مستويات الثلوج راح ترتفع تدريجيا من 600 700 راح تكون ثلوج فقط على مستويات التي يتعدى علوها 900 متر إلى 1000 متر. إذا هذا يعني يدل على أن هناك تحسن في الوضعية الجوية، ولكنه تحسن مؤقت، بما أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع عودة الأمطار من جديد ابتداء من يوم الجمعة، ولكن هذه المرة خاصة على المناطق الغربية للوطن. راح يكون اضطراب جوي ان شاء الله، راح يخص المناطق الغربيه يوم الجمعه، راح يخص كذلك بتساقط بعض الثلوج على المرتفعات الغربيه للوطن، اللي يكون المستوى تاعها ما بين 800 الى 900 متر باذن الله. ولكن بصفه عامه يعني وضعيه جويه تبقى غير مستقره لغايه نهايه هذا الاسبوع، رغم ان هناك فيه تحسن ولكنه تحسن تدريجي ومؤقت ايضا. مشاهدينا الكرام،